الناس اللي فرحت ان ضريبه اتلغت، مفيش ضريبه اتلغت ولا حاجه. ضريبه التليفونات ما اتلغتش ولا حاجه. الفكره كلها ان هو بيقول لك ان الاجنبي ليه سماح 3 شهور. ليه؟ اصلا هم عاملينها قبل كده عادي جدا، اللي يخش ليك 3 شهور مجرد ما تحط الشريحه المصري 3 شهور، بعد كده يجبرك على الضريبه. والمصري ليه ليه تليفون مجاني. طب ما هم قايلين كده برضو من الاول، ما وزير الاتصالات يا جماعه قايل كده من قبل اصلا ما نخش في قصه الضريبه من سنه 2024. يعني انت حضرتك بتخش بتليفون مصري وجايبه، انت مصري ومعاك تليفون ودخلت بيه ما سجلتوش، وقلت خلاص بقى انا كده معفي. ليه؟ هو التليفون فاهم ان انت مصري وتفعل لوحده، ما لازم تسجله. ما سجلتوش حطيت فيه شريحه مصريه برضه هتدفع ضريبه. يعني القصه كلها، نسيبك بقى من اللي بيقولوا اليوم السابع، احنا عارفين النظام وعارفين الموضوع ماشي ازاي. داخل من المطار لو سمحت سجل العده اللي معاك زياده، اللي مش متفعله على شريحه مصريه تسجلها الاول في المطار. طب انت ما رحتش المطار ولا سجلتها، ما تحطش فيها شريحه مصريه عند اي سنترال، تقول له انا عايز ادفع الضريبه، هتلاقي عليها رسوم جمركيه بس اللي هم ال 300 400 جنيه، لانك هتبقى معفي من على الضريبه. طب انت حطيت فيه الشريحه بتاعت الموبايل بتاعتك، لبست نفسك ضريبه. فهمتوا القصه؟ يا رب اكون افدتكم.